قلت لكم قبل الماتش هنحفل عليهم ان شاء الله بعد الماتش ونقول لهم اركب السوبر جيت وانسى اللي حصل من بتروجيت. جمهور الاهلي طبعا دخل يهاجمني وقعد يقول هنكسبهم 4 مرتاح. 4 مين يا عم؟ ده بتروجيت اقسم بالله فريق مهزوز. انتوا عارفين لو بيطلعوا الكوره صح كانوا نفخوا الاهلي النهارده 4 5. كل كوره يطلعوها غلط ترجع هجمه مرتده للاهلي، والاهلي طبعا زي ما انتم شايفين فريق بلح ابيض ما يعرفش يكسب الا بمساعده الحكام. انتوا عارفين الجول اللي جابه الاهلي هو ممكن يعدي، بس اقسم بالله العظيم الكوره دي لو على الاهلي كان الحكم حسبها فاول. اصل ده مبدا واحنا عايشين عليه وخلاص حفظناه. بس الحمد لله رب العالمين ان كلامي طلع صح وتمام قوي. لما زيزو بيلعب الدنيا تبقى زي الفل. ونفسي افهم حاجه من اداره النادي الاهلي، مين محمد شكري ده؟ جايبينه منين؟ جايبينه من الوكاله؟ عموما بالهنا والشفا، ولسه ان شاء الله في خبطات كتير قوي وفي وقعات، وان شاء الله هننافسكم على الدوري واحنا بسكواد معدوم. نادي ما فيهوش زي ما انتم بتقولوا ما فيهوش 15000 جنيه، وهنكسبكم ان شاء الله، وان شاء الله هناخد الدوري. فالف مبروك للاهلاويه النقطه، والله العظيم نقطه بطعم الفوز. انتوا اصلا ما لعبتوش ب 3 جنيه ونص، بس يلا حظكم ورزقكم. وانا لما اتكلم على ماتش ببقى عارف انا بقول ايه. بتروجيت تقيل عليك والله العظيم. بتروجيت السكواد بتاعه احسن من السكواد بتاعك. وحامد حمدان، حامد حمدان حبيبنا عكنن عليهم ولدنا بقى، ولدنا حامد حمدان بيقول لنا انا جاي له كمان 2 3 ان شاء الله، فاستنوني. فاحنا مستنيينك يا عم حامد، وربنا يكرمنا. والف الف مبروك للاهلاويه، وان شاء الله بقى بكره نكسب عشان الدنيا تبقى سهله وقريبه ونحفل براحتنا. انا بقى عايزك تشترك في القناه وتفعل الجرس وتتابعني، وان شاء الله اللي جاي جديد وهنفرح على طول مع بعض وهنشمت في الاهلاويه. سلام عليكم.